بالنسبة لأي حد فاكر بشكل ما ممكن حاجة زيادة تجيله عشان يبتدي إن هو يعمل حاجة. لو أنت شفت شخص مثلا فعلا بيقول لك أنا مش قادر أبتدي حاجة، أنا عايز تساعدني. انا عندي اسباب بالساعات لغايه يوم الخميس بالليل انا ماشي الحاجه اللي هتعمل ده سباق بالميه لما كانت في ده يعني حاجه عشوائيه تمام. حاجه بسيطه جدا. طيب انا عملت ايه اللي في ايدي مثلا؟ انا اتدرب مع نفسي بعجله ريجولار عاديه بسيطه يعني، بس ما يطلعش لا سباق اكيد يعني. اقف على الفينش لاين بس مش هتحرك، بس اللي على قد امكانياتي اللي بلعب بيه. اوكي ابدا تمام. افكر في استراتيجي اعمل ايه، اشوف المنافس اللي جاي المستوى الجمهوريه ده، افهم الطريق اللي جاي العب عليه، كل تفصيل دي في ايدي. هل معايا العجله اللي انا شارك بيها اللي هي توتالي بروفيشنال واقدر العب بيها صح زي زمان؟ لا، الاجابه ما كانتش معايا. سباق السبت وانا خميس بالليل ده الذي بتعمل تمام. فمشكور جامعتي جامعه الزهراء اللي هي تبرع بالعجله دي. والعجله كانت معايا تاني يوم مثلا، وسافرت بالليل السبت الصبح يعني كان شيء بس ما ده أمر يعني. الحمد لله. بس وبعدين انت كنت مستني هو جالك وعد، بس انت عملت ايه؟ نزلت اتحركت اتدربت درست الحاجه اللي انت عايز تعملها، شفت نفسك لابس دهب في دماغك او تشيز يعني ده موتيفيشن حتى اللي ما صدقتش 100% ان انت ممكن تعملها ان انا معيش حاجه، بس موجود في دماغي. بس عملت اللي انا اقدر اعمله بس والحمد لله ربنا كرم. فانت عايز تجرب حاجه، عايز تبدا حاجه، ايه اللي في ايدك؟ فاهم؟ بس انت مصدق ان انت عايز تعمل حاجه حتى لو المكان او مش حكايه مكان، انت حكايه باسم. انت باسم، انا معيك عجله، انا هتيجي العجله، هتيجي الامكانيات، هتيجي الكاميرات الجميله المصورين. بس في كفاية نفسه. الفكره في الشخص نفسه عايز يدوس ويكمل ويحاول، هتلاقي طريقه.